يا مساء الفل والجمال على الناس الحلوة. كل جمعة وانتم طيبين. يوم جديد سعيد عليكم بإذن الله. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك. وشكرا جدا جدا لكل الناس سألت عليا في الكورونا. الحمد لله أحسن الحمد لله من الأول بكتير، بس لسه طبعا مكملة العلاج. بس النهاردة عايزة أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو عن أهمية الصلاة للأطفال من سن صغير. احنا طبعا كلنا بنتفرج على الفيسبوك وبنتفرج على الانستجرام وبنتفرج على الحاجات الجميلة وبنشوف القنوات الفضائية وبنشوف الحوادث. فطبعا طبعا كذا مرة يعني في شهر واحد شايفة مجموعة من الطلاب قاتلين زميلتهم في بلاد مختلفة، يعني شوية المنوفية وشوية مش عارفة بلد ايه وشوية بلد ايه. يعني القتل ده الناس بتقتل زي ما بيكون كده كأنك بتذبح فرخة او بتذبح ايه بطة. كل ده يا جماعة بسبب يعني ضعف الإيمان وقلة الإيمان، وإن الطلبة دولت ما هماش مسلمين. يعني ازاي احنا نقتل بعض؟ فطبعا لازم احنا نبتدي بجذورنا من ولادنا وهم صغيرين، ان احنا لازم نعلمهم الصلاة والأمانة وان هم ما يكذبوش. واهم حاجة في الموضوع ده كله هو ان البني ادم الطفل يصلي من وهو صغير، علشان وهو كبير هو مش هيقدر يصلي، او حتى لو هو صلى وهو كبير هيصلي كمجرد مجاملة كده في وسط الناس، لان هو من هو صغير مش متدرب على ان هو يصلي ويدخل في قلبه الإيمان. فطبعا لما طفلك تعلميه الصلاة والإيمان ومن هو صغير وقراية القرآن وحفظ القرآن، ده يعني هيبقى معاكي بني آدم كويس، وعمره ما هيفكر في قتل ولا عمره هيفكر ان هو يأذي حتى نفسيا. ودايما الطفل اللي بيبقى حافظ قرآن ومن هو صغير بيكبر ما بيعملش لأهله مشاكل زي الشباب بتوع الأيام دي اللي أخدين على السهر وعلى الشرب وعلى ان هم ما يكونوش يعني محترمين خالص. ما هم الشباب دولت اللي انتوا بتشوفوهم واللي بيعملوا حوادث وبيشربوا وكلام من ده اهاليهم ما ربهمش اصلا. فطبعا لازم لازم يا جماعة طفلي من هو صغير اربيه على الإيمان، وإن هو يكون بيصلي وإن هو يكون بيقرأ قرآن. ده غير طبعا أصحابه، لازم تشوفوا أصحابه مين. في ولاد بيبقوا كويسين جدا وهم صغيرين، لكن لما بيكبروا بيحصل لهم انتكاسة. فطبعا الطفل ده انتي ما بتخلفيهوش وبتسيبيه بس، لا انتي المفروض بتخلفيه وكمان عايشي تربيه. يعني الأم مش هي اللي خلفت بس، لا ده الأم هي اللي ربت أكتر من اللي خلفت. عشان كده يعني بناشد اي حد بيشوف الفيديو ده ان هو دايما يكون يعني مربي ابنه على ان هو يصلي من هو صغير، لان الصلاة دي مهمة جدا جدا جدا، ولازم تعودوهم عليها علشان انتوا لما تكبروا هما مش هيتعبوا بس انتوا كمان هتتعبوا معاهم، وهتشوفوا معاهم مشاكل في الجامعة وهتشوفوا معاهم مشاكل مع اصحابهم. وفجأة ممكن تلاقي ابنك كده داخل في مشكلة ملهاش اي لازمة، وممكن تلاقي بنتك كده يعني مش كويسة خالص، لا سلوكيا ولا أخلاقيا. فطبعا لما بتزرعي النبتة من هم صغيرين هيكبروا معاكي كويسين وناس مثقفة، وهيبقوا يعني هتلاقيهم من أحسن الناس حتى في التعليم. يعني انتوا ما تعرفوش ان الطفل اللي بيكون قاري قرآن وحافظ قرآن ويكون بيصلي ده، يعني ما تعرفوش ربنا بيحبه ازاي، وبيبقى متبارك من الناس كلها، وبتلاقي الناس كلها نازلة عليه بالمحبة، وتلاقي الناس كلها حباه. لكن دايما الطفل المشعوذ ده اللي هو ملوش في اي حاجة ولا يحب يصلي ولا يحب يعمل اي حاجة وقاعد كده ملوش اي لازمة، ده لما بيكبر هيعمل مشاكل اكم من اهالي امور بيبقوا قاعدين في بيوتهم عادي، وفجأة تلاقي ابنهم عامل مصيبة وداخل عليهم بمصيبة. مصيبة مش عارفة مع واحدة صاحبته، لا مصيبة مش عارفة مع مين.
كل ده بسبب ايه؟ بسبب ضعف الايمان. انا لو بني ادم كويس وبصلي كويس وبفتح المصحف وبقرا قرآن وكلام من ده، هعرف ايه الصح وايه هي الغلط، والحاجات دي كلها بتقودنا للطريق الصحيح. لكن اي طفل بيكون ملوش في الحاجات ديت على كبر، مش هيبقى ليه، ومش هتلاقوه بيتعلم، ولا هتلاقوه شاطر، ولا هتلاقوه ناجح. لان فلاح الطفل في الحياة من الصلاة ومن الصوم ومن الزكاة ومن قراية القرآن. فما كنتيش تزرعي النبتة من وهو صغير، عمرك ما هتعرفي تزرعيه وهو كبير. لانك انتي لما يكبر وتلاقيه ما اخدش على وتلاقيه ما اخدش على الصلاة، وتلاقيه رايح بيشرب، ولا رايح لمؤاخذة يعني بيسكر، ولا بيعمل اي حاجة من الحاجات دي كلها. يعني انتي في الاخر طبعا هتتعاقبي، انتي وبابا هتتعاقبوا ان انتوا ما ربيتوش ابنكم يعني، وهيطلع من وراهم مشاكل كتير انتوا نفسكم مش هتعرفوا تعيشوا منها. والدليل على كده الاخبار، الطلبة بتوع الجامعة اللي كل شوية يقتلوا في بعض، الطلبة بتوع الجامعة اللي بياخدوا بعض في اماكن مش كويسة ويروحوا ويتمسكوا بعد كده. يعني دايما ما تحاولش تجري علشان تجيب لابنك او لبنتك يعني لقمة العيش بس، لا، ما دي يعني الحاجات ديت ما تنفعش دلوقتي خالص. يعني احنا دلوقتي في مجتمع ما فيهوش دين نهائي، والطفل الغلط بياخد الطفل الصح ويروح اخده وموقعه. فطبعا ما كانش يبقى عينك على ولادك طول الوقت عينك عليهم. انت مش هتعرف كده تطلع بيهم خالص خالص، وهتلاقيهم جايبين لك مشاكل من هنا ومن هنا ومن هنا، غير ان اصلا امور الحياة والدنيا كلها اصلا ايه؟ مشاكل. فطبعا حاول تستثمر وقتك وتستثمر حياتك في تربية ولادك، وتحاول تعلمهم حاجات تخليهم ان هم لما يكبروا يدعوا لك، مش يدعوا عليك. ما يقولوش اصل احنا اهالينا ما علموناش كده، او اهالينا ما ربوناش على كده. والحاجات الاساسية اللي لازم طفلنا يتعلمها اللي هي الصلاة والصوم وقراية القرآن. انا من وانا صغيرة، من وانا في اولى اعدادي، وانا بروح الجوامع وبحفظ قرآن وبصلي وبصوم. حتى لما كنت برضو بلبس قبل بقى ما البس لبس حشمة وكلام من ده، ما كنت بروح على البيتش وحاجات من دي، كنت برضو بصلي. فطبعا ما كانش الطفل يصلي من هو صغير، هتلاقوه هو كبير صعب ان انت ممكن تأثر عليه علشان يصلي، وانت في الاخر بتاخد الذنب بتاعه. لان زي ما بقولت لكم في اول الفيديو، الام مش هي اللي جابت اولاد بس، لا، الام هي كمان اللي ربت. يعني انك تجيبي طفل ده سهل وعادي، لكن اهم حاجة انك تكوني مربية تربية صحيحة وسليمة، عشان ما ترجعيش تندمي بعد كده ان هو عامل لك مشاكل في اي مكان بيروحوا. لان اكم من شباب، كل ما تلاقي شاب مثلا نزل في المكان ده، مثلا يتصلوا بيه يقول ده ابنك ده عامل مشكله في المكان ده، نزل في المكان ده يقول لك، يتصلوا بيك يقول لك ابنك عامل مشاكل في المكان ده. طب والايه؟ ما انت في غنى عن الكلام ده كله، وممكن تعيش تربي ولادك الطريقه الصحيحه السليمه، عشان لما يكبروا يدعوا لك. واتمنى ان الفيديو بتاع النهارده ده يكون عجبكم. هنبتدي فيديوهات بس هتكون بعيدة شوية بقى عن المطبخ، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان